يوم ورثت بيت جدتي حسيت إني ورثت وجع سنين. مو بس جدران متشققة. بهالكلمة بدأت حكايتي، ويمكن أول مرة أعترف فيها بشيء كنت دايم أخبيه بقلبي. أنا ليانا بنت ربت على الحنية، بس الدنيا ما عطتني نفس اللي عطيت. يوم ماتت جدتي الله يرحمها قسموا الورث، أخوي خذ شقة بموسكو، وأنا خذيت بيت طايح بنص البر، حوالنها مية آسنة وريحة رطوبة تخر الروح قبل الأنف. رجعت البيت ذاك اليوم فرحانة لأخوي بس مكسورة، ويمكن شوى محروقة. أما زوجي ما اكتفى إنه ما وقف معي، لا، صرخ بوجهي وقال: انت مكاني بين العفن، روحي لها البيت اللي يشبه. وبس طلعني من بيتي، من حياتي، من كل شيء كنت أظنه أمانا. الطريق إلى البيت المهجور. طلعت من عنده ودموعي تنزل بدون ما أمسحها. حملت شنطتي ورحت صوب بيت جدتي. الطريق كان طويل، وكل ما قربت كل ذكريات الطفولة تحوم حولي، ضحكتها، دعواتها، صوتها وهي تقول: يا بنيتي لا تخافين. البيت اللي فيه ذكرى طيبة ما ينهد ولو جدرانه طايحة. وصل. فتحت الباب الخشبي اللي يصدر صوت يخوف القلب. الريحة مزيج بين الطين والرطوبة، بس فيها شيء غريب، شيء مزعج مثل ما توقعت. دخلت وتجمدت. الصدمة اللي قلبت حياتي. البيت من برا مكسر، بس من داخل كأنه عالم ثاني. الجدران نظيفة، الأرض ممسوحة، والشموع موزعة بطريقة مرتبة. وعلى الطاولة وسط الغرفة ظرف مكتوب عليه اسمي. أيدي ترجف وأنا أفتحه. كانت رسالة من جدتي: ليانا، أدري إن الدنيا يمكن تقسم بين الأخوان، بس قلبي كله عطيت انت. هذا البيت مو خراب، هذا البيت روحي زرعت. إذا دخلتيه بقلب طيب يتغير، وإذا دخلتيه مجروحة يداوي. وبجانب الرسالة مفتاح صغير وصورة قديمة لي وأنا طفلة بحضنها. الغرفة السرية. تتبعت السهم المرسوم على ظهر الرسالة، قادني للزاوية مكسورة بالجدار. دفعت الحجر، وانفتح باب صغير ما كنت أتوقعه. لما نزلت حصلت غرفة تحت الأرض، مرتبة، دافئة، مليون كتب وصندوق خشبي كبير. فتحت الصندوق، وصارت الصدمة الثانية. داخل الصندوق مجوهرات ذهب قديمة، وثائق ملكية، وحساب بنكي باسم جدتي مسجل لي. الورث الحقيقي كان هنا. كتبت جدتي بورقة ثانية: العين تشوف اللي فوق، بس القلب يشوف اللي تحت. أخوج خذ نصيبه، وانت خذي نصيب اللي ما يعرف قيمته غير. جلست على الأرض وبكيت. مو بكاء ضعف، بكاء نجاة. العودة إلى نفسي. قعدت أيام في البيت، أصين، أنظف، أقرأ رسائلها، وكل يوم أحس إني أرجع أتنفس. صرت أقوى ودهدى، وأعرف قيمتي. زوجي حاول يرجع، يعتذر، يحلف إنها لحظة غضب، لكني ابتسمت وقلت له: أنا مو مكان العفن، أنا المكان اللي ينبت من الخراب حياة. ورديت البيت، بيتي اللي صار أجمل من شقة موسكت، وأغلى من كل كنوز الدنيا، لأنه مو مجرد ورث، كان بداية روحي الجديدة. إذا لمستها القص سووا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم هو اللي يخليني أكمل وأكتب قصص أقوى وأجمل. إرتوم أس. علامة اختيار سوداء مزد مختصر. علامة اختيار سوداء زاد جذبات. علامة اختيار سوداء أو إنداز مطابق ببنا ستيو.